بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها الأحبة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هكذا يعود إليكم برنامج والصلح خير، يعود إلى قناتكم قناة القرآن الكريم الخامسة الجزائر. عدنا إليكم والعود أحمد. عدنا لإصلاح ذات البين مع الرجل المصلح فضيلة الدكتور السعيد بويزري، الذي يحاول إصلاح ذات البين دائما من خلال هذا المباشر وعلى مدار ساعة و10 دقائق. في موسم جديد نستقبلكم ونرحب بكم، نرحب بكل من يتواصل معنا، نرحب بأوفياء برنامج والصلح خير، ونرحب أيضا بكل من يلتقطنا عبر الأقمار الاصطناعية. وتحية طيبة وخالصة للجالية المسلمة في المهجر. إذن يعود إليكم برنامج والصلح خير لفك النزاعات والخلافات، وأيضا لاقتراح الصلح كأنجع وأفضل الحلول. يقول دائما فضيلة الدكتور السعيد بويزري: والصلح خير. هذا البرنامج لكم ومن أجلكم، من أجل إصلاح ذات البين. نجتمع جميعا، الأفراد في الأسرة والمجتمع، وأيضا في أماكن عملكم، في مواقع عملكم، في الأسرة، في أي مكان يكون أي شخص يعيش خلاف، يعيش نزاع، ما عليه إلا أن يصلح ذات البين ويرجع دائما إلى الشرع، إلى راية القرآن الكريم، إلى القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة. وفضيلة الدكتور السعيد بويزري والبرنامج وقناة القرآن الكريم في خدمتكم حتى نصل في نهاية المطاف إلى أسرة متماسكة متحدة ومجتمع متجانس متماسك. مرحبا بكم أيها الأحبة الكرام في هذا الموسم الجديد. سعداء جدا بلقائكم والتواصل معكم خلال أول سهرة لبرنامج والصلح خير. دائما نستأنف هذه الحلقة بالترحيب بالدكتور السعيد بويزري، الرجل المصلح. وأكيد اشتقتم إلى جلسات الصلح التي نعقدها من برنامجي والصلح خير. فضيلة الدكتور، مرحبا بك. مرحبا أختي نجاة، اشتقنا إليك الله كثيرا يشعر دكتور. متبادل. نسأل الله عز وجل أن يجعل هذه البداية بداية حسنة. الحمد لله، نسأل الله دوام النعم، فحسن النهاية من حسن البداية. نسأل الله عز وجل التوفيق، ونسأل الله عز وجل أن يجعلنا جميعا مفاتيح للخير إن شاء الله دكتور. إذن شاهدتم عبر هذا البرنامج وفي بدايته جينيريك جديد وديكور جديد، نتمنى أن ينال إعجاب الجميع ونكون عند حسن ظن الجميع من خلال القضايا التي نعرضها، وهي دائما من الواقع، والقضايا التي نستقبلها عبر البريد الإلكتروني أو عبر اتصالاتكم أو عبر المباشر. إذن بدء ببدء أرحب أيضا، لا أنسى زينب التي تتواصل معنا عن طريق لغة الإشارة. مرحبا بك زينب خلال هذه الأمسية وخلال هذه السهرة المباركة. وأيضا أقترح عليكم أرقام هاتفية للاتصال بنا، وهي 021 39 42 42 021 39 43. ومن أراد أن يتصل بنا من خارج الوطن ما عليه إلا أن يستعمل 00 213. وللتواصل مع شريحة الصم تقترح عليكم قناة القرآن الكريم وبرنامج والصلح خير هذا الفاكس 021 37 41 20. هكذا إذن نبدأ هذه الحلقة وننتظر اتصالاتكم. قبل ذلك فضيلة الدكتور، هذه الحلقة أردناها أن تكون همزة وصل تربط بين الحلقة الماضية قبل استقبال شهر رمضان المعظم في الصائفة الماضية، وهذه الحلقة نعتبرها بداية نفتتح بها أو نستفتح بها هذه السهرة للحديث عن برنامج والصلح خير. قبل ذلك العنوان هو الصلح
حياة، أليس كذلك دكتور؟ نعم. تفضل. لك الفضل. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. معاشر المشاهدين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم إذن مع برنامجكم والصلح خير الذي نعم. يرافقكم في هذا الموسم الجديد إن شاء الله تعالى. أسأل الله أن تكون مرافقة خير إن شاء الله. فبرنامج والصلح خير، الخيرية تسري على جميع القضايا. بمعنى نعم. لا يمكن للصلح أن يكون غائبا في جميع مجالات الحياة. فعلماؤنا أكدوا على هذا المعنى الكبير، والصلح خير. يعني فسروا قوله تعالى والصلح خير أن الخيرية تكمن في جميع مجالات الحياة، بشرط أن يكون الصلح حاضرا. فإذا غاب الصلح وقع الدمار كما كنا نقول دائما. وعنوان اليوم الصلح حياة. نعم. ربنا قال في آية أخرى في موضوع القصاص، قال ولكم في القصاص حياة يا نعم. أولي الألباب. نعم. نقول بميزان هذه الآية الكريمة في الصلح حياة. لا يمكن أن تتحقق الحياة السعيدة، لا يمكن أن يتحقق الاستقرار، لا يمكن أن تتحقق السكينة إلا إذا كان الصلح حاضرا. فهذا هو عنوان حلقة اليوم، الصلح حياة. الصلح حياة. إذن قبل أن نتطرق إلى شعار هذا الموسم، سفيان، أفضل أن نشاهد أرقام التواصل والبريد الإلكتروني الذي نضعه تحت خدمة المشاهد الكريم، ثم نعود للحوار والنقاش مع الدكتور السعيد بويزري في برنامج والصلح خير. لمن يريد التواصل مع برنامج والصلح خير، نضع تحت تصرفكم العناوين والأرقام التالية: عبر البريد الإلكتروني صلح@ontv.dz، أو عبر موقع الدكتور سعيد بويزري www.buizri.net. كما يمكنكم الاتصال على رقم مكتب الدكتور بويزري 026 12 74 45، أو الاتصال مباشرة ببرنامج والصلح خير 021 39 48 48. إذن أشكر الزميلة هنا وفي هذه الأرقام والبريد الإلكتروني الذي يمكن للمشاهد الكريم أن يتواصل عن طريق ما شاهده في هذه اللحظة. نعود مع فضيلة الدكتور السعيد بويزري في هذه الحلقة، حلقة همزة وصل، الصلح حياة. فضيلة الدكتور، شعار هذا الموسم إن شاء الله موسم 2015 بحول الله تعالى، اخترنا الشعار أن يكون ولا تنازعوا، للحد من الخلافات والنزاعات والفتن أيضا، سواء كان عامة في الأسرة أو في المجتمع أو في الأمة الإسلامية جمع. ولا تنازعوا. ماذا يفضل أن يقول فضيلة الدكتور سعيد بويزري بالنسبة لهذا الشعار، وهو آية من آيات ذكر الله العزيز الحكيم؟ تفضل. ولا تنازعوا جزء من آي القرآن الكريم. مبررات هذا الشعار كثيرة منها. المبرر الأول أن مصالح الناس مختلفة، وأن مداركهم متباينة، وهذا يؤدي حتما إلى حصول خلاف بين الناس. هذه فكرة أولى تبرر هذا الشعار. الفكرة الثانية أن النزاع إذا وقع يؤدي حتما أيضا إلى تبديد الطاقات، فالطاقات والإمكانات تبدد في ظل النزاع، خاصة إذا كان النزاع قويا عميقا دائما. لأن أختي نجاة أحيانا يكون نزاع عرضي، يكون عرضيا، يعني مؤقتا. قد يكون نزاع يعني يسيرا، غير ليس عميقا. قد يكون النزاع
للحظات أو لساعات وينتهي ربما. وينتهي. نعم. ولكن إذا طال النزاع دمر، إذا طال عمره دمر، أخذ من الوقت ومن نعم، الجهود ومن يبدد المال. الطاقات. نعم. ويضيع الأوقات. نعم. ويقطع العلاقات ويفك الأواصر. يعني النزاع حتما يؤدي إلى هذه السلبيات وهذه المساوي. وعلماؤنا قرروا قاعدة ذهبية: العبرة بالمآلات. نعم. من هنا يأتي المبرر الثالث، وهو أن الوقاية خير من العلاج. نعم. يعني الوقت الذي نصرفه في توفير أسباب الوقاية، في توفير أسباب السلامة، في تحقيق التدابير والإجراءات الأمنية لنا في جميع مجالات الحياة، هذا الجهد المبذول هو أقل بكثير من الجهد الذي سيبذل عند حصول النزاع. نعم. مبرر آخر أن علاج آثار النزاع أصعب من النزاع في أصله، في حد ذاته. في حد ذاته. لماذا؟ لأن النزاع إذا طال كما قلنا الآن يعني سيدمر، سيفتح جبهات من الخلافات الأخرى. قد يؤدي النزاع الواحد إلى خلق نزاعات أخرى، وربما عناصر تدخل للحد من هذا النزاع. نعم. نعم. لذلك حينما نوفر أسباب الوقاية، نعم، فالوقاية خير من العلاج. نعم. أيضا فكرة أخرى يعني تبرر هذا النزاع. شعار آخر يعني يؤكد هذا المعنى: لكل مشكلة حل. بمعنى إذا كان الإنسان ينظر بمنظار أسود فيقول أن هذا النزاع أو هذا الخلاف لا حل له، لا على المستوى الودي ولا على المستوى القضائي، لا بالتراضي ولا بالتقاضي، هذا يؤدي إلى زراعة أو غرس ما يسمى بشعور اليأس. نعم. واليأس يقتل الفضائل في النفوس. بارك الله فيك. لذلك فإذا كان زرعنا الأمل بدل اليأس، كيف يزرع الأمل؟ بأن نقول لكل مشكلة حل. نعم. إذن المطلوب منا أن نبحث عن هذا الحل. ولكن عملية البحث عن الحل لا يمكن أن يتكفل بها شخص واحد. نعم. لا يمكن. نعم. لابد أن يتعاون الجميع. من هنا يأتي مبرر آخر في آية القرآن: وتعاونوا على البر والتقوى. نعم. فإذا تعاون الخصمان، وإذا تعاون الخصوم، وإذا تعاون أقرباء الخصوم، لا بد أن يتحقق الحل السلمي الودي الذي لا يترك أثرا، لأن النزاع يؤدي إلى ترك الآثار، إلى ترك إلى الآهات. الإنسان سيبعث آهات ويرسل آهات وأنين وآلام. ولكن إذا تعاون الجميع من أجل تكريس هذا الصلح في الميدان وفي الصلح حياة، هذه أهم مبررات. ولا تنازعوا. ولا تنازعوا. إذن دكتور، بالنسبة لشعار هذا الموسم ولا تنازعوا، هناك أيضا أركان احتفظنا بها خلال هذا الموسم، وأركان أخرى جديدة وهي من ورائي يشاهدها المشاهد الكريم. قبل أن نذكر هذه الأركان علينا أن نرى أيضا فيما قال فضيلة الدكتور سعيد بوزري خلال سنة كاملة من إصلاح ذات البين في قناة القرآن الكريم. إذن أيها الأحبة الكرام، خلال الموسم الماضي كان فضيلة الدكتور سعيد بوزري في كل حلقة يؤكد على الصلح، يؤكد على السمح، يؤكد على الصفح، يؤكد على التسامح والتصافح فيما بيننا، حتى يكون الأمان في الأسرة وفي المجتمع. عبر مراحل عديدة وعبر محطات، تابعوا معنا أهم المحطات لبرنامج والصلح خير خلال الموسم الماضي، ثم نعود لنواصل معكم النقاش في برنامج والصلح خير. يصفو
وهناك شعبة مهمة جدا وهي إصلاح ذات البين. لماذا هي شعبة مهمة؟ لسبب بسيط، لا قيمة لجميع الشعب إذا تخلينا عن هذه الشعبة. نعم. الناس قد يؤسسون الشركات ويؤسسون ويقيمون العمران ويقيمون الحضارات ولكن إذا وقع النزاع وقع الدمار في النهاية. نعم. كل شيء يدمر. الصلح يخاطب العقول والقلوب معا. نعم. ما الذي يجعل الإنسان يستجيب لنداء الصلح؟ إما عقله يدفعه قناعة إلى أن يرضى بالصلح، فيه نزاع يخمم يفكر بعقله يقول يلا نقبل الصلح، ولا يمكن أن يقبل الصلح إلا بميزان. يعني يعني يخلي شوية من حقه. نعم. والآخر يخلي شوية من حقه، وبعدين يكون الصلح بينهم. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. نعم. فالقرآن إذن كتاب هداية وتشريع، يوجه الناس ويرشدهم في جميع مجالات الحياة. فإذا التزم الناس بآي القرآن وبأحكامه سيجتمعون على الصلح على قلب رجل واحد. يعني هذا حس حضاري كبير، أن واحد يفري مشكلته بلا ما يطول بلا ما يعقدها. بلا أقول إذا كان هذون اقتنعوا بهذا الكلام وفروا القضية نتاعهم، ذلك ما كنا نبغي. واش يبغي العمى الظلم كما يقولوا، واش يبغي غتسافات. وإذا كان مازال هذا الإشكال، الأخت زوجة ياسين تواصلوا معنا إن شاء الله تعالى، أو عن طريق المكتب، والرقم راه معلن عنه في كل حلقة، ومرحبا بكم ونعاونوهم نفروا هذه القضية بكل سهولة طبقا للشريعة والقانون الجزائري. أكيد الأخت نجاة، في الصلح عدل. العدل هو الميزان. العدل هو الميزان لدى القضاة ولدى رجال الصلح ولدى الولاة والحكام. نعم. لأن الله عز وجل حينما أمر بالعدل إن الله يأمر بالعدل والإحسان، فكل من تولى شؤون الناس عليه أن يكون عادلا. ولكن الحمد لله نستثمر الليالي، يعني خاصة بعد البرنامج، والحركة بالليل يعني ميسرة، زحمة السيارة ما كاش، فكثير ما فيه بركة كبيرة جدا في ليالي كثيرة والحمد لله رب العالمين، وتم إصلاح البين. وهذه الليلة أيضا عندنا لقاءات مع بعض الخصوم أو بعض المتخاصمين، نسأل الله أن ييسر ذلك. وأقول هذا لك وأنا أطلب دعواتكم. ربي قال وقال ربكم ادعوني أستجيب لكم. نسأل الله أن يوفقنا جميعا فكلنا معني بقضايا الصلح، لأن الصلح هذه الصلح مهمتنا جميعا، رسالتنا جميعا. يصفو سامح أنت الراضي. إذن هكذا قالها فضيلة الدكتور سعيد بويزري: الصلح يخاطب العقول والقلوب، والبرنامج أيضا يخاطب العقول والقلوب. سفيان، قبل أن نأخذ مكالمة أظن من عمر، لست أدري هل هو من العاصمة أو من مدينة أخرى. سفيان. عمر من البويرة. عمر من البويرة، السلام عليكم أخي الكريم، مرحبا بك معنا في برنامج والصلح خير. عمر من البويرة، السلام عليكم أخي الكريم، مرحبا بك معنا في برنامج والصلح خير. عمر مرحبا. عمر، من فضلك قبل البداية ممكن تنقص نهائيا للتلفزيون حتى لا يعود الصدى ونستمع إليك جيدا. نعم. تفضل. مرحبا بك عمر من ولاية البويرة. كانت هذه بداية بث برنامج والصلح خير في موسم جديد. نسأل الله أن نجتمع بكم بفضل الله تعالى لإصلاح ذات البين. ربما عندك تدخل. عنوان الحلقة اليوم هو الصلح حياة. تفضل عمر. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بك. الشيخ الفاضل، ضيوف الكرام، طاقم الإرسال والاستقبال، شكرا.
بالقناة الخامسة مشاهدينا الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته. نشكركم على دعوتكم للمشاركة في هذه الحصة في هذا البرنامج، والصلح خير. بارك الله فيك. أنت أيضا. لعل ربما بعض التوضيحات التي أضيف بها وأعقب بها على ما تفضل به الشيخ الكريم. نعم تفضل. فيما يخص الصلح خير ولو لا تنازعوا. نعم. لا تنازعوا معناه وجود نزاع، وجود خلاف نعم بين فردين أو أكثر. وقبلها قد يكون الإنسان تنازعه نفسه، عنده نزاعات، عنده صراعات في ذاته وتتعدى إلى غيره. نعم. فأول شيء أن الإنسان عليه أن يتصالح مع نفسه. نعم. هذا أول. أي كيف يعرف أنه عقد العزم أو يعرف أنه ينبغي أن يتصالح مع نفسه. نعم. هذا يمكن أن يتعرف عليه من خلال الصراعات التي تصارعه أو تنازعه. نعم. من ذلك لما يجد نفسه في اضطراب، في لا توازن، فلا يدرك ولا يعرف ما هو السبيل. نعم. أي نعم. ما هو الحل. عمر من فضلك، اختصاصك في علم النفس على ما أظن، ربما سؤال نطرحه في هذه السهرة ونتوجه به إلى السيد عمر المتصل من بويرة. ما هي العوامل النفسية لتقبل الصلح؟ الكثير من الأشخاص ما يتقبلوش الصلح بسرعة، وإن كانوا يعني ما لهمش على حق. قبول الصلح، هل هناك عوامل نفسية تؤكد أو تحفز على أن الخصمان يتقبلان الصلح بطريقة بسيطة وعفوية وبدون مشاكل من الناحية النفسية؟ تفضل، لأنه مهم جدا. شكرا. في الحقيقة عدم تقبل الصلح. نعم. لا نعطي قاعدة خاصة لفرد خاص، لأن لكل شخص شخصيته وخصائصه نعم. ومميزاته. نعم. والأسباب التي تؤدي به إلى الرفض أو التمرد أو العناد، هذه ترجع إلى البيئة التي نشأ فيها هذا الشخص. نعم. ففي كثير من الحالات أنا بعض الأشخاص لا يتقبلون الصلح لأنهم لا يشعرون بطمأنينة، أو أن يشعرون أنهم ضحية ويخافون من لا تلبى حاجتهم. نعم. فكل سلوك شاذ أو غير لا يرضى عنه الشخص نفسه أو محيطه. نعم. السلوك الذي لا يرضى عنه محيط معناه حاجة لم تلبى. نعم. هذا الشخص الذي يرفض الصلح أو لا يرضى عن الصلح الذي تم عقده، فهذا الشخص قد يكون غير مطمئن لنتائج، أو نعم. أن الأشخاص الذين يطلبون منه الصلح قد لا ينصفونه أو يغمضونه في حقه، أو ربما يرى نفسه أنه عليه أن يتراجع، خاصة إذا كان هو المخطئ يعني. نعم. في البداية دائما الأشخاص يرى أنه غير مذنب. نعم. فلذلك قد يكون هذا الشخص خوفا من أن لا يغمض في حقه أو لا تلبى حاجته. لذلك نعم. ينبغي طبعا الاستشارة، وننصح الإخوة في التوجه طبعا بعد استشارة الطبيب إذا كانت حالة مرضية. نعم. أو الوقاية إذا كان يعني حتى يتفادى الوصول إلى اضطراب أعمق. فدور المختص النفساني توجيه الفرد أولا لمعرفة نفسه، ثم علاقته أو ما تبدأ سواء كانت في الأسرة أو في المهنة أو في المدرسة أو خلاف ذلك. بارك الله فيك. بارك الله. بارك الله فيك. نشكرك سيد عمر من البويرة، دكتور على ما أظن في علم النفس. دكتور علم النفس الصحة. علم النفس الصحة، لهذا يقول يشترط أن الإنسان عليه أن يتعامل مع الدكتور حتى يأخذ ربما النتائج الإيجابية لإصلاح النفس نتاعو قبل إصلاح ذات البين شرعا. إذن سفيان يقول تتصل بنا من تسمسلت سيدة. من سفيان؟ نعيمة أو خديجة؟ من تسمسل تتصل متصلة. السلام عليكم أختي الكريمة.
وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. فاطمة من تسمسيلت. مرحبا بك معنا في برنامج وصلح خير. فاطمة من تسمسيلت، عندك اليوم نتحدث عن الصلح حياة، الصلح سلوك وحياة أيضا. عندك ربما قضية أو حبيتي تضيفي أشياء أخرى لهذه السهرة؟ تفضلي. بفضلك أنا حبيت نحييك ونحيي الأستاذ بويزري وعودة ميمونة إن شاء الله عليكم. بارك الله فيك إن شاء الله فاطمة. موسم ان شاء الله يدخل عليكم بالصحه والهنا وعاشوراء ومحرم والعيد كامل اللي جاز عليكم ان شاء الله ان شاء الله. توحشناكم بزاف، عندي بزاف اللي ما نستنى فيكم كل وقت كنت تديروا في المواعيد. مرحبا بك. الحقيقه بصح كنت نعم. الله يسلمك. كنا دائما نقول قريبا برنامج الصلح خير وعاد اليكم. نعم الحمد لله يا ربي ويعطيكم الصحه. يسلمك فاطمه. نعيطكم برك نسقسي على الشيخ بويزري وعليك فيا. ان شاء الله ربي يوفق. امين امين. بارك الله فيك. انه يدعي لي خاطر راني في مشكله كبيره بزاف مع الزوج تاعي ومع اولادي زوج. نعم. كذا دعوه تاع خير هكايا نحسو كي يكون يهدر والله نحسو كيما الاب تاعنا ولا سبحان الله. فرحان بزاف كي يشوف ينتمي للجزائر كيما سيف كيما هذا والله العظيم. الحمد لله. يعطيكم الصحة على هذه الحصة. بارك الله فيك. فاطمة إذا كنت حابة ربما تحكي على المشكل، الأبواب مفتوحة للنقاش في البرنامج، وإذا تحفظتي هو سيتكفل بذلك. فاطمة من تسمسيلت. إيه والله العظيم. كما تشائين. بديت النمرة تاع قبيله كنتوا دايرين النمرة تاع الشيخ بويزري تاع المكتب تاعو هو اللي كتبته من. نعم. مع إجراء التصحيح. نعم. راحين فاطمة راحين نعاودوا نصحوه. فيه رقم دكتور ربما 026 12 نعم 74 41. احنا درنا 42 45. فاطمة 026 12 47 41 74. معذرة فاطمة 026 12 74 41. وبعدها سنصحح بالنسبة للرقم الخاطئ النهاية 41 وليس 45. صححتي وتحية لك. شكرا. الطاقم تاعكم كامل يعطيكم الصحة. شكرا جزيلا فاطمة من تسمسيلت، ثم عمر قبلها من البويرة. دكتور نواصل إذا حتى يتفهم المشاهد الكريم الجوانب التي يعني ربما موجودة في برنامج وصلح خير. أركان احتفظنا بها وأركان جديدة. الركن الأول هو ركن جديد وهو ركن جلسة صلح. هذا الركن إما يكون جلسة صلح في البرنامج، يجلس الدكتور في جلسة صلح لفك نزاع أو خلاف، وإما تكون جلسة صلح بعيدا عن البرنامج في إطار إنجاز موضوع أو روبورتاج أو تفقد حالة، أليس كذلك؟ نعم الأخت نجاة، أغتنم يعني فرصة تفضل. الإعلان عن هذا الركن الجديد لأقول للسادة المشاهدين ربنا قال لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. نعم. نأخذ في الحسبان وفي الاعتبار ظروف الناس. من تيسرت له الظروف بالحضور إلى الاستوديو نعم، فمرحبا به. مرحبا به لطرح مشكلته، فمرحبا به، وليس في ذلك بالنسبة لطاقم والصلح خير ليس لدينا أي حرج. نعم. ومن تحرج من ذلك احنا المهم يتحقق الصلح. نعم. نزوره ونجلس معه بعيدا عن عيون الكاميرا. فالمهم يتحقق أو وراء عيون الكاميرا دكتور. نعم. أو وراء عيون الكاميرا. أو وراء عيون الكاميرا. نعم. من خلال إنجاز روبورتاجات. نعم. أو من خلال إنجاز حتى روبورتاجات. حتى ما يغتنموش الفرصة يقول لك بعيدا عن عيوننا. إن شاء الله يعني نسأل الله نعم. أن ييسر للجميع. إن شاء الله دكتور. فلأن قيمة الصلح أختي نجاة. نعم. علماؤنا قرروا قاعدة: ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. كل ما يغذي ثقافة الصلح، كل ما يقوي ثقافة الصفح والتسامح عندنا لابد أن نعمل جميعا من أجل تحقيق ذلك. وهذه الجلسات
في الحقيقة تساعد على تجذير نعم. ثقافة الصلح والتسامح بين الناس. نعم. أمر آخر، لابد أن نواجه مشكلاتنا مواجهة يعني صريحة وصحيحة. لابد مثل ما كان يقول عمر قبل نعم. قليل من بويرة، نعم. بأنه علينا بمواجهة كل المشكلات نعم. لإيجاد حل نهائي، نعم. ألا وهو الصلح أو التراجع عن الخلاف إن شاء الله. هذا نعم. بالنسبة للركن الأول. الركن نعم. الثاني، الركن الثاني في المحكمة، وهي القضايا التي هي في انتظار، يعني ما زالت في المحكمة، القضايا ربما التي تعتبر قضايا شائكة. يعني حتى الإنسان لما يرفع قضية يقول لك راهي استغرقت سنوات وسنوات أنا نحب الحل. كاين بعض القضايا اللي تأتينا دكتور وتأتي أيضا إلى المكتب في المحكمة دكتور، ربما اختصاص دكتور سعيد بويزري من الناحية نعم. القانونية. نعم. كيف تتعامل معها؟ نتعامل معها في البرنامج، رأينا كيف نتعامل معها في البرنامج، ولكن بعيدا عن أضواء الكاميرا كيف يتعامل مع قضايا التي تأتيك إلى المكتب مباشرة؟ نعم أختنا جات، في الحقيقة لابد من الإشارة إلى أمر مهم جدا من أجل تنوير الرأي العام نعم. الوطني والرأي العام الخارجي. نعم. نقول أن قانون الإجراءات المدنية والإدارية في الجزائر، يعني هذا القانون الجديد، تبنى ما يسمى بالوسائل البديلة أو الطرق البديلة لحل النزاعات بطريقة ودية. فتبنى موضوع الصلح، نعم. طريقة الصلح والوساطة القضائية لا ميدياسيون جوديسير والتحكيم الاربيتراج. بالنسبة للصلح في المادة 990 مثلا، المادة صريحة، يعني عقد الصلح أو اتفاق الصلح يعد سندا تنفيذيا. نعم. ويمكن اللجوء إلى الصلح في أي مرحلة من مراحل الخصومة. نعم. يعني هذا تطور نوعي في التشريع الجزائري، تطور نوعي، وهو مستنبط ومستمد من شريعة الله عز وجل التي تدعو إلى الصلح صراحة، والصلح خير. إذن هذه فكرة في غاية الأهمية، بمعنى المشرع تبنى هذه الطرق، يعني كأنه يقول المشرع الجزائري من خلال هذه المواد القانونية في قانون الإجراءات المدنية والإدارية الجديد، كأنه يقول للمتنازعين جميعا الخصوم جميعا مرحبا بكم، وتبنوا طريقة من الطرق الودية الكفيلة بحل نزاعاتكم بطريقة ودية. يعني لا بريز ان شارج جوديسيير. نعم. نعم. والمادة تقرر أنه يقبل الصلح وينفذ في أي مرحلة من مراحل الخصومة. يعني نعم. ممكن الخصوم بدأوا نزاعا، نعم. وبعدين ما يقولش خلاص دخلنا المحكمة نكملوا حتى النهاية، لا، ممكن يفريوها عن طريق الصلح. نعم. وكذلك المادة 994 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية نتاع الجزائر ينص بصراحة يجب على القاضي عرض إجراء الوساطة على الخصوم. مهمة جدا. إذن ماشي يجوز، ليس من باب الجواز، يجب. من باب الوجوب. نعم. وإذا أوردر. نعم. أوردر معناه القاضي مجبر بأن يعرض إجراء الوساطة ويقدم من الحجج والأدلة بما يكفي لإقناع الخصوم بإجراء الوساطة القضية. أكيد سنعود إلى هذه المواضيع في مستقبل الأيام. نعم. وإذا قبل الخصوم إجراء الوساطة، القاضي يعين وسيطا قضائيا. نعم. يعين وسيطا قضائيا للمتابعة للاستماع إلى وجهات النظر نتاع الخصوم. نعم. وبعد ذلك يحرر محضر الاتفاق. ومحضر الاتفاق يوقعه الخصوم من جهة، ويوقعه الوسيط القضائي من جهة، ويقدم محضر الاتفاق أو إلى القاضي، القاضي الذي عين الوسيط. والقاضي بعد المصادقة عليه يصبح سندا تنفيذيا. بل هذا محضر الاتفاق في حد ذاته يعد سندا تنفيذيا. إذن في الحقيقة هذه المنظومة التشريعية تقوي قيم الصلح التي هي مبثوثة في ثقافتنا وفي تراثنا. هي رزنامة يعني تساعد نعم. الخصوم. أما بالنسبة للسؤال كيف نستقبل هؤلاء، طبعا أحيانا نعاين موطن النزاع مباشرة. إذا كان نزاع حول أرض مثلا عقار، نعم. يأتي الخصوم إلى المكتب، وحينما نستمع إلى وجهات النظر من الناحية الإجرائية، وبعدين نتنقل إلى
موطن النزاع عند اللزوم. نعم. وأحيانا لا نتنقل إطلاقا، مثلا منذ تقريبا مدة وجيزة يعني في اليوم الواحد 3 قضايا في اليوم الواحد بلا معاينة ولا تنقل ولا شيء، لأن الخصوم الله يبارك عندهم قابلية كما قال الأستاذ عمر سالم معلق عليه بعد حين، يعني عندهم قابلية للصلح، عندهم قابلية للوساطة القضائية وفيه رضا تام وفي دقائق معدودات. وعندما تكون عندهم القابلية دكتور يساعدوا الرجل المصلح ويساعدوا القانون أيضا. صحيح. نعم. والقضية تأتي إلى الوسيط مكتب الوسيط يعني. نعم. مكتب والوسيط يحرر محضر الاتفاق، ومحضر الاتفاق يقدم إلى القاضي الذي عين الوسيط وينتهي الإشكال نهائيا. يعني الراكورسي كما يقولوا معناه أخسر طريق. نعم. طريق مختصرة جدا. نعم. أكيد سنبين بعض الإجراءات في مستقبل الأيام أختي نجاة إن شاء الله. نعم. إذا دكتور نتوقف ربما لاستقبال مكالمة. نعم. ثم تعودين مرة أخرى ونعود لمتابعة الأركان. نعم دكتور. يقول سفيان أم هاجر من تلمسان. السلام عليكم أم هاجر. الو السلام عليكم. مرحبا بك أم هاجر. الحمد لله اللي شدتكم. الحمد لله كي راكي انتيا توحشناك. العودة ان شاء الله ميمونة ومليحة. شكرا أم هاجر. دكتور كي راكم؟ الحمد لله أم هاجر. سلامي ليكم ولا زينب حتى هي معاكم؟ نعم راهي معنا زينب في لغة الإشارة. في وقت بداو كانوا كامل ينتظروا فينا في وقت نبداو. بدينا الحمد لله. مليحة. امورك انت ام هاجر؟ ندير لاشين باش ما نسيبش، هي كنت غير نستنى حتى سمحت باللي تبداو اليوم. سبحان الله. الحمد لله. ام هاجر انت كيف حالك بعد زيارتنا ليك في الصيف مع الدكتور الى مغنية؟ راكي مليحة؟ الحمد لله. وقريتي خلال شهر رمضان القرآن الكريم في المصحف اللي هداك اياه الدكتور؟ نعم ونقرا فيه شويه خاطر العربيه ما نعرفش بزاف، بصح هذاك من داك مكتوب كبير وكل شيء. كبير. ساعدك. نتبع فيه. وختمتي القرآن في شهر رمضان المعظم؟ ما ختمتش في رمضان حتى مور رمضان وختمت. واش بيكي مرتي مولفت ختمي ام هاجر؟ كان عندي رونديفو تاع العمليه تاع القلب. وي سي فغي قالت لنا ام هاجر. غير 3 جوغ مور العيد. سي فغي ام هاجر. ربي يشافيك ان شاء الله. امين. وجي سوفر فاتت لي شويه عييت بزاف. بشفى عليك ان شاء الله. ان شاء الله. وتشوكيت في البلوك الحمد لله. على كل حال العمر مازال طويله ان شاء الله. ربي يشافيك والدعاء بالشفاء العاجل. عجبوني. نعم. والهضره اللي هضر بها الدكتور اللي تعيط لكم البويره عجبتني. الله يبارك. بيرسونيلمون انا نبغي الصلح. الحمد لله. ماذا بيا واحد لو كان غلط معاه انا نمشي صالحه. الحمد لله. الحمد لله. غلطوا معايا ماذا بيا يديروا غير إشارة خفيفة. مجهود خطوة الأولى. خطوة خفيفة. أنا نمشي. الحمد لله. أنا نبغي الصلح، نبغي العائلة تكون مجموعة، نبغي اللي تقسي على بعضها، نبغي هاد الصوالح. إن شاء الله ربي يكثر من مثالك أم هاجر. وفية البرنامج وصلح وخير. الحمد لله وإحنا سعداء أيضا. لكم لي ميساج في الأعياد وكل شيء. شفناهم أم هاجر. شفناهم أم هاجر. والله أم هاجر بعد نهاية البرنامج سأتصل بك. نعم. باش نسقسي عليك ولا غير نسيت باللي عندك عملية، ولكن كنت نقول بالك ديريها في فصل الشتاء. لا أنا دفعت لي دوسيتو. نعم. هما يديروا الرونديفو ماشي نعم. حنا. نعم. بشفى عليك ام هاجر. اللي في جوية درتها في جوية. بارك الله فيك. نشكرك جزيل الشكر. نهضر معاكم من اللي بدات من قبل ما نعم. تبدا وانا دايره التليفوني. نعم. بارك الله فيك ام هاجر. سنتصل بك ان شاء الله. سنتصل بك ان شاء الله بعد نهايه هذه الحلقه. ام هاجر مشكوره على اتصالك من تلمسان، يعني بالتدقيق من مغنيه. سفيان هناك اتصال ولا نروح للركن؟ محمد من تمن راسد. محمد من تمن راسد. السلام عليكم أخي الكريم. السلام عليكم. وش راك محمد؟ والله الحمد لله. هل أنت بخير؟ ما شاء الله. الحمد لله. مرحبا بك في برنامج الصلح خير. عنوان الحلقة الصلح حياة. محمد عندك ربما قضية أو استفسار؟
شكرا السيدة نجاة. أنا عندي يعني تشكرات وتدخلات. نشكروك ونشكر الشيخ سعيد بوزري وجميع عمال القناة. يعني صدقيني السيدة الكريمة، حبيت ازيد الهاتف باش نسلم عليكم، ودائما الحصص هذو نتاع الشيخ بوزري يسلم عليك الخير، ونحب نتصل بكم. ما قدرتش اليوم أنا حكمتكم. الحمد لله، عندك حد كبير انك حكمت اليوم. تفضل. اذا والله السيدة الكريمة نفتخر كما يقولوا بولاد بلادي مثل الشيخ بوزري، يعني كما جاء في موضوع نتاع الصلح، والصلح خير. نعم. وانا الحمد لله، وانا الامور نتاع الصلح يعني انا نفسيا نميل لها. يعني نكون غضبان ولا نكون كما يقولوا احنا زعفان، يجي واحد يقول لي اسمح والله ما نخرج، والله صدقيني يا سيده، لان يعني كما يقولوا نحشم، رغم نكون كما يقول بعد بسم الله الرحمن الرحيم الكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. والله انا حبيت يا سيدي، حبيت لا باش نشكر الشيخ بوزري. نعم. يعني راه واحد الحصه جميله. يعني الحقيقه الحصه تاع اذاعه قناه القران الكريم. نعم. معذره السيده، يعني شغل تبكت شويه، معليش. معذره. شوف سيده، يعني المواضيع نتاع قناتنا الكريمه تاع القران الكريم والله شيقه وجميله ونتابعوها. والله ملي يبداو الحصص تاع الشيخ بوزري. نعم. يعني يشهد الله لا نحبكم في الله، ونحن ايضا نحبكم في الله والحمد لله. هذا حاجه يعجبني، وباش نقول لك كما يقولوا واصل على المنوال هذا. والله يجعله في ميزان حسناتكم ان شاء الله. وانا يعجبني كما ولاد ان شاء الله تستفيدوا من البرنامج ومن كل برامج قناه القران الكريم. والله نستفادوا، وشكرا وجزاكم الله خير. شكر موصول لك ايضا محمد من الثمن راست. سفيان محمد من العاصمه، ثم نعود الى الاركان. محمد العاصمة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مساء الخير يا أخت. أهلا محمد، وش راك؟ وش راكم لاباس؟ الحمد لله، وأنت بخير؟ شيخنا كيفاش راهو لاباس؟ الحمد لله. مرحبا. أكرمكم الله يا الأخت، ربي يحفظكم إن شاء الله. الله. بارك الله فيك. وعودة ميمونة بإذن الله يا رب العالمين. لنا ولكم إن شاء الله. سنة هجرية طيبة. شكرا. بارك الله فيك. والحمد لله. كل عام وأنت بخير. سنة طيبة للبرنامج. ان شاء الله يا ربي. عودة ميمونة ان شاء الله. ان شاء الله ان شاء الله. والاخت نجاة ديري في بالك باللي راكم مكرومين من عند ربي. ان شاء الله يا ربي. المنبر هذاك راهم ناس محبوبين عند الله. ان شاء الله امين. وهذه كرامة ربانية. ان شاء الله امين. ربي يقدركم ان شاء الله للخير وللصلح. وللصلح نعم. وربي يحفظكم ان شاء الله، والله يقدركم على المجهود نتاعكم. ان شاء الله. هذه هي الاخت، ربي يحفظكم ان شاء الله. امين. آمين. والسلام عليكم. السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. محمد من العاصمة، شكر موصول لك. دائما أقول أن البرنامج لكم ومن أجلكم، ومن أجلكم نتواصل معكم من خلال الأركان التي كنا قد ذكرناها قبل قليل مع الدكتور. إذا بعد ركن في المحكمة دكتور، وفسرته يعني مليح بطريقة مهمة جدا يستوعبها المشاهد والمشاهدة الكريمة. ركن اخترناه: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. وهنا دكتور أردنا يعني on veut cibler beaucoup plus الأسرة عليها أن تتعاون عندما يكون مشكل في العائلة. أفراد الأسرة يتعاونوا على إصلاح ذات البين، أو أفراد أطراف أخرى في المجتمع المدني كما جرت العادة تقول في مواقع العمل، في الجامعة، في المسجد، في كل الأماكن على المستوى يعني الرقعة الجغرافية تاعنا، أو بالنسبة للجالية أيضا. دكتور تفضل بالإضافة. نعم لك الفضل. ربنا قال وتعاونوا على البر والتقوى، وكلمة البر نعم كلمة جامعة لكل خير بما فيها موضوع الصلح. نعم. والتقوى رأس الأمر كله. الذي يتقي الله لا يظلم. الذي يتقي الله إذا كان ظالما قد يكون ذلك. نعم. حينما يقال له اتق الله لا تأخذه العزة بالإثم. نعم. كما قال القرآن. لماذا؟ لأنه يتقي الله، يستحضر معية الله باستمرار. نعم. الذي يتقي الله يتقبل نتائج الصلح. الذي يتقي الله يتنازل، لأن الصلح لا يتحقق إلا بتنازل الأطراف. نعم. لا يمكن لشخص أن يقبل الصلح
بشرط مسبق وينفذ شرطه كاملا، لا، لابد أن يتنازل قليلا، وهذا يشجع الطرف الآخر أن يتنازل قليلا وتتقارب وجهات نظر ويتم الصلح حقيقة. إذن فالتقوى رأس الأمر كله، ولكن ربنا أيضا قال ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. كاين ناس يا أختي نجاة كل ما تشعل النار نتاع الفتنة يجريوا باش يطفيوها، وكل واحد يطفي بما يستطيع. حنقول إذا كان شعلت النار واحد عنده كاس ماء يديه ربما كاس ماء يطفي شوية، والآخر بدون ماء، والآخر حتى يجيو رجال المطافي ويطفيوها نهائيا. أقول هذا الكلام لماذا؟ تشجيع للناس باش ما يبقوش في حالة تفرج، ما يتفرجوش دي سبكتاتور. معناتها يستناو النار شاعلة والفتنة شاعلة وهم يتفرجوا، أو ربما الاستقلالية أيضا يقول لك هذا لا ما يخصنيش، خاطيني يقول لك خاطي، لا، كلنا مسؤولون. نبينا صلى الله عليه وسلم قال كلكم راع وكل راع مسؤول عن رعيته. وفي المقابل ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، أيضا بعض الناس ولا حول ولا قوة إلا بالله يتعاونوا على الإثم والعدوان. يكون نزاع بين اثنين ويتدخل هؤلاء وتزيد النزاع يكبر ويكبر ويكبر بسبب تدخل أطراف أخرى. نقول لهؤلاء إذا ما قدرتوش ديروا الصلح على الأقل ما تعقدوش النزاع، ما تعمقوش النزاع بين الخصوم. ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. في الحقيقة هذا الركن الجديد أيضا له أهميته وستظهر بوضوح في الحلقات القادمة إن شاء الله. نعم. ركن آخر وهو قبل ذلك شعار هذا الموسم ولا تنازعوا أيضا دكتور. ذكرنا بعض المقاصد في البداية، أضيف بعض المقاصد الآن. نعم. أختي نجاة من خلال مثال واقعي، جاء أحدهم حاملا يعني جملة ملفات، فحينما بدأنا نفتح فيها وجدت عنده 21 قضية في المحاكم. يعني هذا أمر غريب، 21 قضية في المحاكم. طبعا نقول هذا الكلام ونحن نقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم الذي يقول ما بال أقوام نذكر الخلل من أجل علاجه وترميمه. 21 ملف قضية في المحكمة. يعني هذا مستعد للقرة، هذا يعني نزاعات. وبعض النزاعات مفتعلة على جل 20 سنتيم، على جل كلمة، على جل قرمود، على جل شجرة غرسها هنا بدل غرسها هنا، على جل طريق، على ضيق وما وسعوش، يعني على نزاعات. يعني فقلت له يعني لوجه الله 21 قضية في المحكمة، يعني كاش مرة تخدم شغل آخر ما تخدمش. فكان صريحا ربي يذكره بخير. الآن الحمد لله بقيت قضيتان في المحكمة فقط. يعني 19 قضية وجدت حلا وديا. أقول هذا الكلام للعبرة، وطبعا بعد استئذانه فبالتالي أذكر هذه العبرة. بقاو زوج قضايا مازال ما فروش على مستوى المحكمة، وإن شاء الله حتى هذون يفراو إن شاء الله. فقلت له يعني بصراحة هل عندك وقت تخدم شغل واحد آخر ولا؟ فقال لي شغل حياتي كامل بين المحاكم، هنا استدعاء، هنا خبرة مضادة، هنا لقاء مع المحامي، هنا لقاء مع الموثق، هنا لقاء مع المحضر القضائي. قال لك حياتي راهي غير في المحاكم. الناس ترفد يعني الشكاير نتاع الخضرة ونتاع كذا ديارها، ونرفد الشكارة نتاع القضايا نتاع الملفات. هذه فقط أضيفها لموضوع ولا تنازعوا. هذا الركن نقولوا يا ناس خليوا هذا النزاع آخر شيء تفكروا فيه. فكروا في الصلح، فكروا في التسامح، في التصالح، في التنازل، هكذا. فالدنيا أقصر من أن نقصرها، فلا نعمر دنيانا بكثرة القضايا وبكثرة النزاعات وفتح جبهات النزاع مع كل الناس، مع كل الناس، مع كل الأطراف، لأسباب تافهة، لأسباب واهية. نقول استثمروا حياتكم فيما ينفع. نعم دكتور. إذا قبل أن نذكر الركن الأخير ربما دكتور نعود إلى أيضا القضايا في برنامج والصلح خير. قلنا للمشاهد الكريم بعد انقطاع البرنامج عن البث فضيلة الدكتور سيرة في القضايا التي تعرض من طرف البرنامج أو تعرض إليه عن طريق المكتب، هكذا دكتور؟ نعم.
إذا قبل أن نعود لذكر بالركن الأخير في برنامج والصلح خير، ربما سنشاهد ماذا فعل فضيلة الدكتور السعيد بوزري الرجل المصلح في القضايا التي عرضت إليه في هذه الصائفة الماضية. تابعوا معنا هذا اللقاء ثم نعود لمواصلة النقاش. بعد توقف برنامج والصلح خير عن البث، تفرغنا للنظر في القضايا العالقة المختلفة. من جهة هناك قضايا عرضت على البرنامج وعرضت علينا يعني في أواخر شهر ماي وشهر جوان ثم من سنة 2015، فتفرغنا في خلال هذه العطلة الصيفية للنظر في تلك القضايا المختلفة، وهي متنوعة: قضايا عقارية، قضايا اجتماعية، قضايا مدنية، قضايا أسرية واجتماعية. هناك أيضا قضايا أخرى جديدة، يعني خلال هذه العطلة تجاوزت 60 قضية، يعني لاجتماع الناس يعني في العطل، وهم تفرغوا أيضا لفتح ملفات قضاياهم، وكذلك لحضور الجالية، حضور المغتربين في الوطن. فمن كان لديه إشكال، من لديه نزاع على مستوى عائلته، على مستوى مجتمعه، يعرضه على البرنامج. كان التفرغ كاملا للنظر في القضايا المعروضة بمختلف أنواعها. أذكر السادة المشاهدين بأن يعني مصادر القضايا متنوعة. بعض القضايا تأتي من قبل الخصوم أو من قبل أحدهم، فهو الذي أو هم الذين يعرضون القضية على مستوى الصلح مباشرة بعد تواصلهم مع البرنامج بمختلف يعني وسائل التواصل مع البرنامج، فيكون استقبال هؤلاء الخصوم الذين جاءوا بمحض إرادتهم. هذا المصدر الأول. المصدر الثاني الذين يأتون عن طريق لجان القرى، يعني بعض لجان القرى التي تتصدى للصلح على مستوى القرى والمداشر والمدن أيضا. هؤلاء أيضا أحيانا هم يرسلون هؤلاء الخصوم إلى الصلح على مستوانا. وبعض القضايا آتية من المحاكم فيما يسمى بالوساطة القضائية. فبالنسبة للقضايا التي جاءت عن طريق المصادر الأولى، فهي قضايا الصلح، يعني قضايا متنوعة. مثلا هذه قضايا عائلية أسرية وردت علينا في هذا الصيف، قضايا عائلية أسرية وعددها كبير، يعني تتعلق بعدم مثلا الإنفاق على الأولاد مثلا أو الأسرة بشكل عام، وبعض القضايا تتعلق بالنزاع العائلي حول الميراث. مثل هذه القضية فهي قضية ميراث، يعني هذا الملف الكبير، وهي معروضة على مستوى المحكمة أيضا، يعني على مدار سنوات أكثر من 20 سنة هذه القضية معروضة على مستوى المحاكم. ونجد هنا الملف كاملا، نجد تقارير الخبرة العقارية، وتقارير الخبرة المضادة، لأن الخصوم طلبوا الخبرة المضادة وجاءت الخبرة الثالثة. هذا كله ملف يعني للقضية. الصلح في الحقيقة هذه القيمة الشرعية التربوية الحضارية الاجتماعية تيسر، ولا مجال للتعسير. المهم أن يتم الصلح، وانتهى النزاع بصلح بين جميع الأطراف. إذن كانت هذه القضايا التي نظر فيها فضيلة الدكتور سعيد بوزري في هذه الصائفة. دكتور، وصلت للتو يعني وصل البريد العادي حاليا للدكتور السعيد بوزري، قناة القرآن الكريم، برنامج والصلح خير. تفضل دكتور. تفضل. إذا نواصل دكتور. الركن الأخير ما قبل الأخير ركن فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم. دكتور الله أكبر، عدنا مرة أخرى إلى التقوى. نعم. فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم.
التقوى عندها عدة جوانب، يعني عدة مقاصد. المقصد الأول هو قبول الصلح وقبول رجال الصلح وقبول نتائج الصلح، وكذلك الاستمرار في عملية الصلح، بل رعاية الصلح. لماذا؟ بعض الناس يقبلوا الصلح وينتهي الإشكال، ولكن بعد مدة وجيزة يثور من جديد وبشكل أقوى وبشكل أعمق. مثل ذلك الزلزال المدمر. الذي يتقي الله لا يمكن أن يتراجع، كما يقول يحكم في كلمته، أعطى كلمة وتصالح وتسامح وخلاص. فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم. ربنا يقول والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. لا يمكن تحقيق هذه المعاني وهذه المدارج وهذه المراتب إلا بتقوى الله. فالتقوى هي صمام أمان. صمام أمان لعدم وقوع النزاع، وعند وقوع النزاع أيضا صمام أمان لتحقق الصلح ولاستمراره. نعم دكتور. ويستمر دكتور السعيد بويزري الصلح في برنامجه والصلح خير. نأخذ اتصال من العاصمة. نادية، السلام عليكم أختي الكريمة. السلام عليكم. مرحبا بك نادية معنا في برنامج والصلح خير. نادية، ربما عندك قضية أو مساءلة أو انشغال في برنامج والصلح خير. شوفي اختي نجاة، السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. دكتور بويزري. السلام ورحمة الله وبركاته. وحبيت نسقسي عندي مشكل صغير. تفضلي تفضلي. ألا وهو ربي يطول العمر تاع دكتور بويزري ان شاء الله. وما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله على الحصه تاعكم. ان شاء الله. بارك الله فيك. شكرا ناديه. نعم تفضلي. العفو. المشكل عائلي ناديه؟ دكتور بويزري عندي واحد المشكل. نعم. شوف انا عندي راجل كبير مريض طايح فراشي تو، صح انا اللي نفدو علاش تدير الي 100% انا شارج، تدير انا نفدو لا نغسلو انا كلش. ولادو اشاك فوا يقولوا لي هاتي دراهم تاع بابانا. قولوا يعني فهمت تسقسي الشيخ اسكو جو بارلي اون كابيل؟ بيان سور اليزي تفضلي. اللي باش عندنا ياس المدى يعني شرعيا قانونيا دينيا اسكو سعر الحقير هذا في يصديني كيني بركازي ونغالا اللي في دينو زوجي بشوره ونسيسي خامنسي معنا كل يبدا يبور الفيديو على النغيب على باس يبدا بلوكي الكونت ديجا ما عمولش هذا يبدا بلوكي الكونت ديجا اللي بصوره ماشي خدمه ماشي اولادها دكتور ماشي اولادها. سي موضوع هذا هو غيصديني بين دابا اللي ساكن غاسن كل شهر سكه وني فواياجي من السكه وني حوايج من حاجه غير السكه. ممكن تسأليها ترى بابها ولا؟ الصورة العنيفة الشخص فهمية تنسى أسألها مباشرة. أخت نادية يسألك دكتور. نعم سمحي وقي يعني ذاذام ذرقازي صح كثيرا نسفهم ذرقازي. طيب يورى شاقي يعني ذراوي ولا ماشي ذراوي؟ ذربي بنيو خلاص هكا باش نسفهم صافي. هذو كلهم ربايب يعني هذا زوجك وهذو الربايب يطالبوك بالاموال نتاعو هكذا. كمين يقرف ذنا رقازاكيد كمين يسردن كمين كلش نثني مقارنه غد فكر كان ذريمي سكا. يعطيك الصحه الشيخ. هكا اتصل ان شاء الله في ريثا والثمانه ديالك صافي الاولي. نعم يعطيك الصحه. الله يسلمك. شكرا على اتصالك. شكرا اخت نجاة. شكرا نادية. وسيرى الدكتور في هذه القضية حتى نسير الوقت دكتور. إذا ركن الاستوديو هو سيكون خلال برنامج وصلح خير ركن ضيف البرنامج إما حالة من الحالات تعرض القضية أو خبير أو رجل صلح أليس كذلك؟ تفضل دكتور. هذا من يجلس معنا إن شاء الله. هذا من الجديد كما قلت أختي نجاة. الذي يكون معنا إن شاء الله في هذا الموسم المبارك يكون ضيف والمكان يسع والحمد لله. هذا الضيف قد يكون صاحب حالة صاحب مشكلة يريد أن يطرحها، يريد أن يقدم تجربته الناجحة. يعني في هذا الصيف الله يبارك التقينا بالكثير من الناس الذين
حلت مشكلاتهم بطريقة ودية، وكانت نماذج راقية جدا. نعم. للصلح. فبودنا أن تعرض هذه الحالة، أليس كذلك؟ نعرض الإيجابي أيضا. نعم، نحتاج إلى المراجع، نحتاج إلى القدوات. ربما لتكنيك أيضا بالنسبة للمشاهد وليس بالنسبة لك. بارك الله فيك. نعم، حتى التقنيات نستفيد منها جميعا. تقنيات الصلح التي اعتمدت للوصول إلى الحل بأيسر السبل وبأقل التكاليف. نعم. إذن هذه الحالة نستقبلها مرحبا بهذه الحالات. نعم. وكذلك قد يكون كما قلت أختي نجاة الضيف لا يكون معنا أيضا خبير نعم. في مجال معين. نعم. خبير في مجال معين، في علم النفس، في علم الشريعة، في علم القانون، في علم الاقتصاد، في الاستثمار، في أي مجال من المجالات. وقد يكون أيضا الضيف رجل صلح. نعم. أو امرأة صلح. نعم. ولما لا؟ نعم. ولما لا؟ نعم. الله يبارك. مجتمعنا عامر بالرجال والنساء الذين يتصدون للصلح. نعم دكتور. فنقول لهم مرحبا بكم. مرحبا بهم دكتور. والمشاهد عنده الفضول أنه يكتشف مثل يعني هذا الناس اللي راح يكونوا معنا في البرنامج. وطاقات كامنة في هذا المجتمع. نعم. يقول لي سفيان 10 دقائق للنظر في كل اتصالات. عمر، فاطمة من تسمسلت، هاجر، محمد من تمنرست، محمد العاصمة، نادية من العاصمة. تفضل دكتور. نبدأ بالأخ عمر. نعم. الأخ عمر المختص في علم النفس تاع الصحة، جزاك الله خير الأخ عمر، لأنه سألتيه سؤالا مهما. نعم. ما هي العوامل المساعدة لتقبل أو على تقبل الصلح؟ فأجاب. نعم. يعني البيئة مهمة جدا. أحيانا البيئة مساعدة وأحيانا لا تساعد. نعم. هذا عامل مهم جدا. والإنسان ابن بيئته. نعم. ابن بيئته. نعم. هذه إشارة مادام وقت ضيق نحاول نقدمها في شكل إشارة مهمة دكتور. نعم، الإنسان ابن بيئته. نعم. فإذا كان البيئة نتاعو تقول له الراجل هو اللي ما يسمحش، نعم، يولي دائما بطل. هو يعتقد من المسكين، يعتقد أن البطولة في عدم قبول الصلح، وهو مخطئ. وقد يكون هو ضحية البيئة، والإنسان ابن بيئته. يبرمج على ذلك. نعم. مبرمج. أمر آخر أشار إليه الأخ عمر جزاه الله خيرا، قال لك الخوف أو عدم الشعور بالطمأنينة. نعم. إذا كان هو ماهوش مرتاح، النفس هي الصح. ربي قال في القرآن الكريم: ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. نعم. النفس هذه واعرة. إذا كان واحد عنده نفسه يعني تخوف، تأخذه العزة بالإثم، تغيظ نفسه، يقول لك أنا نروح نقبل الصلح. نعم. أنا نروح أنكسر. وهذا مسكين. الله يرحم اللي قال: وين يجان يجنجان. نعم. وين يجان يجنجان. وما على بالوش باللي هو كي يتنازل ويقبل الصلح يرتقي عند الله. نعم. مقاما، ويرتقي عند الناس مقاما أيضا. يقول بارك الله فيه. نعم. أنه يقبل الصلح. لذلك هذا يحتاج إلى برمجة، وأكيد نحتاج إلى تدخلات الأخ عمر وأمثاله. نعم. باش يعاونونا في الجانب النفسي. هذا الجانب النفسي مهم. نعم. جدا. نعم. مهم جدا. هذا بالنسبة لي. وكذلك ذكر حاجة مهمة، قال لك الخوف من الشطط، الخوف من أن يغمض حقه. نعم. إذا كان يعني يأتي رجل الصلح، سمحوا لي يا رجال الصلح جميعا، إذا كان رجل الصلح يعني ماهوش متحمس للقضية وما يتبناها، هذاك يقول لك انا نروح نقبل، ما نقبلش، نروح مع هذا يزيد يغرقني كامل. نعم. لكن نقول رجال الصلح انتبهوا، هذه المسألة في غاية الخطورة اللي ما تساعدش الرجل المصلح. نعم. لذلك التصدي لا، هذا لا يتعلق بالدبلومات. نعم. ممكن واحد عنده 20 دكتوراه، ممكن عنده، هذا كله كلام لا معنى له، ما عندوش لغة التواصل، لا معنى له. العبرة بتقنيات أخرى، العبرة بآليات أخرى، بميكانيزمات، بأمور كثيرة جدا. لازم تكون حاضرة. فإذا كانت هذه غائبة، هذاك الإنسان الخصم يقول لك أنا خايف، لن أحضر في مجلس كهذا، يخاف أن يهضم حقه، أن يظلم. نعم. يقول لك ظلمني خصمي ويزيد يظلموني هؤلاء. نعم. هذه مشكلة خطيرة. نعم. جدا. نعم. الأخت فاطمة من تسمسلت،
تطلب الدعاء ربما. والله ندعو لك بالتوفيق وندعو الجميع بالتوفيق. بالمناسبة نبادل لكم نفس المشاعر. نعم. الله يعزكم والله يرفع قدركم والله يعطيكم السر والله يستركم في الدنيا وفي الآخرة. أمين. البرنامج برنامجكم إن شاء الله نكونوا خفاف عندكم ونتعاونوا على الخير إن شاء الله. إن شاء الله دكتور. ودائما نقول لكم دائما النجاح صناعة جماعية. نعم. النجاح صناعة جماعية. نعم. ودعاء لحل مشكلاتها. نسأل الله عز وجل أن تحل جميع مشكلات الأخت فاطمة، مشكلات جميع الناس عاجلا لا آجلا. يا أختي فاطمة متي سمسلت أم هاجر. أم هاجر نعم. والله فوتت رسالة قوية. قد كان نبغي الصلح. نعم. الله يحفظك يا أم هاجر. يعني أنا نبغي الصلح. نعم. لو كان نديروا هذا الشعار أنا نبغي الصلح. كل واحد يقول لك ما نقولوش ما نتنازعوش. النزاع قائم. والله نستغفر الله ربي. لو كان يعني في داخل الدار المرأة تخلي الياغورت داخل الفريجيدير. نعم. يجي ولادها ياكلوا يدير تحقيق شكون اللي كلاه يقولوا كاع ماشي انايا. هي مشكلة. نعم. هي اكيد واحد منهم كلاه. نعم. ولكن كاين بيناتهم سوليداريتي، كاين بيناتهم تعاون. هي مشكلة. وماشي تكسر الفريجيدير وتحطم ولا تعاهدهم تحلف عليهم وتصرخ عليهم والله ما زيد تاكلوا والله. علاه؟ لماذا نتفنن في صناعة الأتعاب؟ نعم. ويكون حلقة من الحلقات إن شاء الله القادمة. نعم. تحت عنوان صناعة الأتعاب. حتى هذا فن. هناك من يتفنن في صناعة الأتعاب. اللي كتبته دكتور. الله يبارك. خلينا في البرنامج. إذا نبغي الصلح كما قالت مهاجر. بارك الله فيك. وهي قالت إذا كان خصمي دار خطوة أنا أتجاوب معه. والله يحفظك. بارك الله فيك. هذا الذي نريد يا أم هاجر. جزاك الله خير. إن شاء الله. دكتور محمد من تمنراست هو أيضا يقول عند الغضب أتصالح مع الناس ولا أتراجع وعادي جدا. يعني هو أيضا يحب الصلح مثلما تحب الصلح أم هاجر من تلمسان. الله يسلمك. الله يبارك فيك يا أخي محمد من تمنراست. الله يحفظك وبارك الله فيك من صحرائنا الواسعة. نعم. ولك ذكرتنا بآية عجيبة يا أخي محمد. شوف سبحان الله اللي خلقنا ربي اللي خلقنا قال ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. نعم. قال والكاظمين الغيظ. هذه الآية ذكرها. ربي سبحانه لم يقل والفاقدين الغيظ. معذر كل الناس تسمع لنا ما نقول لكمش ما تغضبوش. هو ربي يقول والكاظمين الغيظ. نعم. ما قالش والفاقدين الغيظ. لا. قد يستغضب الإنسان فيغضب. ولكن نبينا عليه الصلاة والسلام قال لا تغضب لا تغضب لا تغضب. وقال في حديث آخر ليس الشديد بالسرعة إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. نعم. معناها طوموبيل السيارة إلا ما عندهاش الفرامل المكابح ما عندهاش الفرامل تدمر تقتل الناس. نعم. وكذلك الإنسان يدمر إذا كان ما عندهوش هذه المكابح. نعم. وهذا المكبح أشار إليه القرآن في قوله تعالى والكاظمين الغيظ. نعم. درجة أعلى. والعافين عن الناس. ما معنى العافين عن الناس؟ معنى لا أثر. بعض الناس يقبل الصلح إذا كان ما فهمش هذه الآية. بعد 10 سنوات يتلاقى بهذاك الشخص يقول أذكرك قبل 10 سنوات درت لي هكذا وهكذا وهكذا. نعم. وهذا الصلح هذا. نعم. ماشي صلح. العفو معنى إزالة الأثر. نعم. لسيكاتريس ما تبقى حتى أثر. نعم. ما تبقاش. والعافين عن الناس الدرجة تحتاج إلى قوة تحتاج إلى بطولة. نعم. على بالك شكون الناس اللي ما يقبلوش هذه. نعم. الذي يكبر في ذاته الأنا. نعم. أخطر حاجة مدمرة الإنسان هو الأنا. يعني هو ينسى كل الناس ولكنه تغير نفسه. يفكر إلا في نفسه. في نفسه. نعم. أنا وهذه كارثة الكوارث. غير زيد تسجليها إنه حصة أخرى تكون اسمها الأنا. نعم. إذا من يقبل تطبيق هذه الآية هو الذي يتحكم في أنانيته والكظم والعافين عن الناس. والدرجة العليا والله يحب المحسنين. نعم. 2 دقائق دكتور لمحمد ونادية وكلكو سكوند لنا الكلمة الأخيرة. الله محمد العاصمة خويا راك تبارك كل ما البركة اللي عطيتها إن شاء الله ربي يبارك فيك أنت أيضا. نعم. إن شاء الله. ويبارك في جميع أمة محمد صلى الله عليه وسلم. ربي يحفظك. نادية. نعم. يا أختي نادية هذا منيغ خميني التعتيب فرقة زاقينم ذي خميسي سيريذن ذي خميسي ثيرفذن ذي خميسي يسرن أذيري ما جيب ورقازيم الذمة المالية مستقلة. أولاده ما عندهمش الحق يديو الأموال تاع باباهم. البطولة والراهي كي يجيو لك يقول كرانا هنا
نظفي لنا بابانا، خدمي لنا بابانا، نعم. يعني خليه مرتاح، حنا راه نخدموك وما تخافيش رانا هنا. نعم. ما عندهمش الحق يجيو يستوليوا على الاموال ويخليوا باباهم غير انت تكفلي به. المال نتاع زوجك اذيري ما جيب برقازيم ويجوز بس تصرفي في هذه الأموال ما دمت خادمة لهذا الزوج كما تستريها ربي سترك. والله يحفظكم. الكلمة الختامية لأختنا شهد. الكلمة الختامية لك دكتور في بارك هذا الله فيك. لا بارك الله فيك. شكرا دكتور. نستفيد دائما من برنامج الصلح خير ومن جلسات فضيلة الدكتور السعيد بويزري، نستفيد دائما من الصلح وإصلاح ذات البين. نهاية هذه الحلقة أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.